النقطه الثانيه نقطه عكس الايجابيه دي كله، نقطه سلبيه جدا الحقيقه يعني. انه ومش عيب ان احنا ننقد نفسنا في نفسنا يعني. بتعودنا احنا مثلا كابناء النادي الاهلي انه لما يجي عيد ميلادك وانت بقى كنت كابتن النادي الاهلي ولعب في النادي الاهلي وكده، فصفحه النادي الاهلي دي بتاعت النادي الاهلي مش بتاعت اشخاص. ايا كان مين الشخص اللي موجود، بنحبه بنكرهه، ما بنطقوش ما بيطقناش، ما احناش على وفاق معاه، هو مش على وفاق معانا، الشغل شغل. فبيتحط كل سنه وانت طيب، عيد ميلاد مش عارف مين النهارده، الطبيعي يعني. فالنهارده عيد ميلادي، وكل سنه الحقيقه ما عدا السنه اللي فاتت بالعافيه اتحطت الساعه 9 بالليل بعد تدخل ما عرفته يعني، انه احد اعضاء مجلس الاداره البارزين يعني قال ازاي مش عارف ايه، فنزلت اظن الساعه 8 بالليل 9 بالليل يعني. فالنهارده ما نزلتش، وانا كنت الحقيقه مستني ده. طبعا مش هتفرق الصوره خالص يعني، خالص لا من قريب ولا من بعيد. بس انت بتشتغل في النادي الاهلي، دي مش صفحتك ولا موقعك خالص، انت بتشتغل في النادي الاهلي، بتشتغل عند النادي الاهلي. فانت حضرتك ده واجب عليك، خاصة بقى لما يكون واحد يعني علاقته بالنادي جيدة وموجود في القناة بتاعة النادي، ودايما الأمور بالنسبة له كويسة، وما لا ما بيخرجش منه حاجة غير لائقة أو مش عارف إيه، لا بالعكس ده راجل مساند وكويس وكابتن النادي سنوات طويلة جدا جدا. ف يعني هي القصة مش فارقة خالص، بس هو قصة، هل هو صاحب الموقع، هو صاحب المركز الإعلامي، ولا المركز ده بتاع النادي الأهلي؟ هو بس مجرد تساؤل ومهم جدا، كان لازم اجيبه يعني، كان لازم اقوله لانه ده مهم جدا. المركز ده بتاع النادي الاهلي، الصفحه والموقع دول بتوع النادي الاهلي، مش بتوع شخص خالص. يا اما هو بقى الراجل واخد توكيل واحنا مش واخدين بالنا يعني. فكانت نقطه مهمه، وانا على فكره كنت مستني ممكن دلوقتي تلاقيها نزلت او تنزل مثلا، او خلاص يقول لك لا بقى هو عشان يعرف، لا مش كده خالص. اصلا هي مش هتفرق، هو شرف طبعا انت تبقى موجود في حاجه تابعه للنادي الاهلي، لكن هي مش هتفرق. لكن هو الناس ما بتاخدش بالها انه انت بتشتغل في النادي الاهلي ولا انت اللي بتشغلهم؟ انت موجود تبع الناس دي ولا انت لا ده انا راضي عنه مش عارف ايه؟ الله الغني عن رضاك اصلا خالص يعني. اول مره اتكلم كده، الله الغني عن رضاك اصلا وما احبش رضاك، وضوح اهو. وانا اسف اني بقول الكلام ده ليله الاهلي والزمالك، بس كان لازم يتقال لانه امر عجيب جدا وغريب جدا جدا جدا. لا يمكن لاحد ان يتحكم في اعلام النادي الاهلي على الاطلاق او في اي حاجه الا مجلس اداره النادي، رئيس النادي، نائب رئيس